اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد، بقالنا كتير ما نزلناش روتينات. فالنهارده روتين جديد كده، وان شاء الله الروتين بتاعنا النهارده هيكون روتين كده دسم. روتين طويل بس كله تفاصيل كتير حلوة، كلها افاده ان شاء الله. يا رب كده باذن الله الفيديو بتاعي يعجبكم وتستمتعوا معايا بيه. وعايزه اقول لكم بقى ان الفيديو ان شاء الله كل ثانيه فيه وكل دقيقه فيه هتكون فيها افاده. فعلشان خاطري محدش يجري الفيديو واتفرجوا عليه فسفوسيه فسفوسيه علشان ان شاء الله تستفيدوا. طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي لي اللايك الجميل بتاعك. وكمان لو انت اول مره بتشرفيني في القناه، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونشوف اول حاجه عملناها النهارده في يومنا ايه. اول حاجه كده، انا حبيت اعمل حاجه حلوه للولاد، فزي ما انتم شايفين كده عملت جيلي فراوله. فطبعا كان محتاج يتعمل الاول علشان يتركن كده في التلاجة يتماسك ويجمد كده مع نفسه. طبعا كيسين ال او باكيتين اللي هو الجيلي الفراوله دول اللي انا كنت جايباهم معاكم في فيديو المشتريات، وقلت لكم هينفعوني في اي يوم هطلعهم اعمل حاجه حلوه للولاد تكون بسيطه كده. بحب دايما كل يوم اعمل لهم حاجه تكون حلوه، بالذات في اليوم اللي كنت عامله فيه سمك. فاحنا النهارده عاملين اكله سمك حلوه كده، فحبيت ان انا اعمل لهم تحليه الجيلي. كان عندي زي ما انتم شايفين نص تفاحيه بس، مش تفاحيه كامله، على كام صباع موز. فقلت اعمل لهم الجيلي كده بالتفاح وبالموز. قطعت بقى الفاكهه بتاعتي في البولات وهبدا اوزع الجيلي بتاعي وخلاص ادخله التلاجة بقى يتماسك ويجمد كده مع نفسه. ان شاء الله النهارده عندنا اكتر من فكره توفير الميزانيه، زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا هنكمل ان شاء الله في فيديوهات الميزانيه ونشوف هنظبط دنيتنا ازاي، وازاي باقل الامكانيات وباقل المصاريف هنعرف نمشي بيتنا ونملى بيتنا بالخير. على قد ميزانيتك مشي بنفسك ومشي بيتك وبالطريقه اللي انت حابه تنظمي بيها حياتك نظمي بيها حياتك. وان شاء الله يبقى عندنا دايما افكار للميزانيه اليوميه، وان شاء الله كمان الاسبوعيه والشهريه كمان. فواحده واحده كده مع بعض هنعمل كل حاجه. تابعوني كده دايما باستمرار. وطبعا لو انت ما بيوصلكيش الاشعار دايما، الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني وفعلي زر الجرس واختاري اول اختيار اللي هو الجرس بقى اللي بين قوسين كده اللي هو الاشعار بالكل. وان شاء الله اول ما هينزل الفيديو هيوصلك بيه الاشعار على طول. زي ما انتم شايفين كده اول حاجه اشتريتها، جبت كده كرومبايه ما شاء الله جميله كده وتقيله وحلوه. دي كانت عامله 15 جنيه. طبعا الكرنب طالع بقاله فتره كده في السوق، بس انا بصراحه دي اول مره اشتري الكرنب، يعني ما جبتوش قبل كده، بقالي سنه ما اكلتوش اهو. فهو لقيت الكرنب كده حلو فجبت واحده. زي ما انتم شايفين تختاري الكرنبايه اللي ورقها ابيض كتير، يكون فيها الابيض كتير، ما تكونش هايشه كده ومليانه ورق اخضر على الفاضي، وتكون تقيله تخبطي عليها كده تلاقي صوتها مكتوم مش مفرغه كده. فدي اللي هتبقى معاكي حلوه وتقيله كده وهتعرفي ان هي من جوه حلوه. كمان جبت حزمه اللفت دي. زي ما انتم شايفين اللفت ما شاء الله لونه جميل جدا. فتعرفي منين بقى ان اللفت حلو؟ اللي تلاقيه لونه غامق كده، اللي هو اللون اللي هو البنفسجي او الموف الغامق ده، تعرفي ان اللفت ده هيكون لفت حلو، هيكون لونها حلو كده في التخليل. كمان اللي خلاني اتشجع واجيب اللفت زي ما انتم شايفين الورق بتاعه اخضر جدا وجميل جدا بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم عارفين انا بحب احشيه، ونوع من انواع برضو التوفير في الميزانيه. هتعمليه كده في يوم جنبيه مثلا كيلو كوسه او جنبيه مثلا ورق خاص كمان. ولو هتعمليه قرداحي والله يعني هتلاقي عامله كده الغدا من غير ما دفعتي ولا جنيه. حابه مثلا تعملي جنبه اي حاجه ممكن تجيبي لك طبق اجنحه كده، كيلو اجنحه اي حاجه كده، دبابيس فراخ وتعمليه جنبه هيكون حلو جدا. فهيكون اكله موفره. فانا مسكت كده الورق بتاعه قطفته ورصيته فوق بعض زي ما انتم شايفين كده، مش بغسله ولا بمسحه ولا بعمل فيه اي حاجه، هو اصلا نضيف زي ما انتم شايفين. كل اللي بعمله برصه فوق بعضه كده وهشيله معايا في الكيس، وهضغط الكيس كويس جدا بحيث ان انا اخرج منه اي هواء، وهشيله في الفريزر بتاعي كده زي ما هو. ولما يطلع بقى هكون هحشي، هروح مطلعه حاطاه في شويه ميه نقعه واغسله كويس جدا عشان ما كنتش غسلاه طبعا. وبعد كده هيكون جاهز على الحشو، ولا بتحتاجي بقى تسلقيه ولا اي حاجه. هو لما بيخرج من الفريزر بيكون كانه مسلوق بالظبط، فانت مجرد هتشطفيه وخلاص. فطبعا كمان اللفت عشان تعرفي ان اللفته بتاعتك تكون طريه كده وحلوه مش شيخه. يعني ايه مش شيخه؟ يعني مش مفرغه كده ومش حلوه من جواها، تكون لسه طريه كده ما تكونش بقى لها فتره يعني في الارض. هتعملي ايه؟ الطرف اللي هو على الوش اللي انا بقطعه كده بالسكينه ده هتكسريه كده بايديكي، هتلاقيه بيتكسر معاكي بمنتهى السهوله. تعرفي ان اللفت ده طري وهيكون جميل معاكي. لو لقيتيه مثلا بيتني كده وما بيتكسرش تعرفي ان اللفت ده مش حلو فما تجيبوهوش. زي ما قلت لكم يكون اللون اللي هو الموف الغامق او البنفسجي ده.
في كمان نوع لفت هتلاقيه موجود في السوق، هتلاقيه احمر قوي. اللفت ده كمان مش بلدي ومش حلو، ده لفت تقريبا صيني يعني. التقاوي بتاعته او البذور بتاعته صيني، هو مزروع في مصر لكن التقاوي بتاعته مش بلدي، فاهميني؟ فدي النصايح اللي حبيت اقولها لكم بالنسبه للكرنب وبالنسبه لللفت. هنعمل النهارده بقى شويه مخلل مشكل، حاجه كده على كيفك وحاجه نظيفه في البيت وحاجه كمان موفره بحاجات بسيطه جدا. هنعمل يعني تقريبا بحوالي 15 جنيه، هنعمل برطمانين كده من المخلل المشكل، حلوين جدا جدا، ضامنه نضافتهم. طعم طبعا بيبقى احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره، وكمان حاجه موفره وحاجه تفتح النفس كده جنب الاكلات الشتويه. دايما المخلل بيكون حلو قوي، بيفتح النفس. ورمضان كمان جاي لنا على الابواب، قرب رمضان بقى نبدا نعمل مخللات رمضان. فطبعا زي ما قلت لكم بقى، واللي متابعني وعارفني قلت لكم يعني ان انا ما كليش قوي في المخللات، او بصراحه كنت بستسهل يعني. ماما يعني ربنا يبارك لي فيها بتعمل لي وتبعت لي وخلاص، او انا لما بعوز اروح مثلا رايحه لها هاتي لي شويه كده، مثلا تديني شويه في طبق او شويه في كيس كده تلاجة وخلاص، فكنت مقضيها على كده. لكن قلت لا، انا حابه ان انا اعمل كل حاجه في بيتي بنفسي. فلما جربت التخليل مره واتنين وتلاته وبقيت حاسه نفسي ان انا خلاص بقيت استاذه فيه، فطبعا بدات ان انا اصور معاكم علشان لو لسه في حد زي كده وقلقان يعمل مثلا المخللات او ما بيعرفش، عايزه اقول لكم لا، الموضوع سهل جدا وبسيط، وكل الحكايه يعني استمراريه كده، وانك تعملي الحاجه وتعرفي تظبطي معيارها، خلاص الموضوع معاكي هيبقى منتهي. زي ما شفتوا اللفت بعد ما قطعته كده من الورق بتاعته او من العروش يعني بتاعته دي، بدات ان انا بالسكينه اشيل اي جزئيه فيها فيها طينه بقى والكلام ده كله، ورحت مسكه نقعاه شويه على ما قطعت بقى ايه، او ظبطت بقيه الخضار اللي عندي. كان عندي كام بصلايه صغيره كده، البصل المخلل انا بعشقه بصراحه، بيكون حلو بالذات اللي حجمه صغير ده. قشرت بقى البصل، وكان عندي برضو جزر كده، جبت شويه جزر وشويه خيار، حاجات بسيطه كده على قد البرطمانات اللي عندي، ما حبيتش ان انا اكتر يعني. وعشان كمان المخلل ما يغيبش كده عندي ويقعد كتير، يبقى اول باول كده بصراحه، يعني بحب الحاجه تكون طازه دايما. فبعد ما اللفت اتنقع بقى حوالي مثلا نقوله 10 دقايق كده او ربع ساعه، جبته بقى وقطعته زي ما انت شفت كده. قطعي بقى التقطيعه اللي انت حباها، لو عندك كمان قطعه المخلل اللي هي بتبقى مشنشره دي بتدي شكل حلو قوي للمخلل، ان شاء الله يبقى اشتري لي واحده. يعني هنا الطبق حطيت فيه بقى اللفت على جزر على خيار على البصل. كمان كان ناقصه حاجه مهمه جدا بس للاسف ما لقيتهاش، وهي القرنبيط. انا برضو بحب جدا مخلل القرنبيط انا وولادي، بس للاسف ما لقيتش القرنبيط، برضو لسه طالع جديد كده واسعاره لسه غاليه. فانا دورت ما لقيتش عندنا وكده، فقلت مش مشكله الموجود، ومره تانية نبقى نعمل مخلل القرنبيط حتى لو هنعمله لوحده من غير حاجه. هنا كمان طلعت شويه هريسه فلفل من اللي انا شايلاها في الفريزر دي، يعني حوالي معلقتين ثلاثه كده، وقلبتهم كويس كده مع المخلل، بيدوله ريحه حلوه وكمان لون حلو في التخليل. وجبت بقى البرطمان بتاعي، مليته كده بالمخلل بقى كله لحد فوق، واتبقى معايا شويه دول حطيتهم بقى في البرطمان الصغير. عايزه اقول لكم الريحه والله العظيم كانت حلوه قوي، اللي هي ريحه المخللات كده التشكيله مع بعضها على الهريسه بتاعه الفلفل، كان مديني ريحه حلوه قوي. قبل طبعا ما ابدا في كل الكلام ده، كنت حاطه حله على النار، غليت فيها 3 لتر من الميه. انا ما احتاجتهمش كلهم يعني، بس انا قلت اعمل بزياده. وحطيت فيهم كده، كان عندي بنجرية صغيرة قطعتها شرايح كده وحطيتها تتغلي مع المية، نزلت كل اللون بتاعها في المية زي ما انتم شايفين اللون الاحمر الجميل ده، حلو جدا. فانا مش محتاجة بقى شرايح البنجر دي اللي خلاص اتسلقت، انا خلاص خدت الفايدة منها. اللي هو اللون الاحمر بتاعها ده لون طبيعي كده للمخللات، مش زي بقى ال- المعامل بقى بتاعه المخلل اللي بتحط بقى الوان صناعيه والكلام ده كله، لا. البنجر مديني لون حلو جدا. الميه بعد ما غليتها سبتها تبرد تماما، ولازم تسيبيها تبرد. طبعا خطوه الغلي بتاعه الميه دي بتحفظ الميه وبتخليها يعني لو فيها اي ميكروبات او فيها اي جراثيم تتخلصي منها طبعا في خطوه الغلي دي. هنا الملح اللي انا هستخدمه، انا استخدمت الملح اللي هو الابيض ده الصخري، اللي هو اللي بتبقى حباته خشنه قوي، غير الملح اللي هو بتاع الطبيخ اللي احنا بنستعمله في الطبيخ. طبعا لو ما فيش عندك الملح الصخري ده، استخدمي ملح الطبيخ العادي بس الخشن مش الناعم. طبعا الملح ده بيحافظ اكتر على عمر المخلل، بيخلي عمره يكون اطول، ما يتهريش معاكي ويفضل محافظ عليه سليم كده وحلو في نفس الوقت، ما بيملحش معاكي. يعني لو المخلل قعد عندك فتره هيفضل ملحه مظبوط زي اول مره، مش هيحدق ولا حاجه، على عكس الملح الناعم. كمان ضفت حوالي معلقه كبيره من السكر، برضو هتحافظ لي على على المخلل بتاعي وتخليه محافظ على القرمشه بتاعته. وضفت كمان معلقه كبيره من الكزبره المطحونه الناشفه، لو عندك كزبره حب ضيفي برضو شويه، هيكون حلوه برضو، هتدي ريحه حلوه للمخلل بتاعك. وضفت تقريبا حوالي معلقتين كبار من الخل، وقلبت ده كله مع بعضه كده.
وبدات بقى ان انا املي البرطمانات بتاعتي على الاخر بالميه. شايفين لون الميه عامل ازاي؟ ما شاء الله، بيخلي بقى لون المخلل تحفه بصراحه. طبعا قبل ما اقفل البرطمانات بتاعتي حطيت بقى كيس كده وقفلت البرطمانات كويس. اقفليها كويس جدا عشان تضمني ان ما يدخلهاش اي هواء. والزوايد بقى اللي هي بتاعت الكيس دي هقصها كده عشان يكون شكل البرطمان معايا حلو. وخلاص بقى كده المخلل بتاعي جاهز. يومين 3 يعني 4 ايام بالكتير وهتبداي تاكلي منه، هيكون جميل معاكي بقى ما شاء الله. طبعا مسكته قلبته كده. ويعني يوم ويوم هعمل الحركه دي. يعني هفوت بكره واليوم اللي بعده هروح ماسكاه برده مقلباه من فوق لتحت كده عشان يبقى تمام كده معايا. بعد كده بقى الكرنبايه هبدا بقى ان انا اشتغل فيها علشان اسلقها واظبطها. اظبط حاجتي كده واعمل كل اللي ورايا قبل ما اجهز الغدا علشان ما اكسلش. عارفين بقى لو كنت بدات بالغدا كنت هكسل عن الكلام ده كله، فحبيت ابدا كده يومي من بدري. انا كنت بادئه اليوم بصراحه من بدري قوي علشان اعمل بقى اللي ورايا واخلص دنيتي. فحطيت بقى حله فيها شويه ميه. الميه بتاعتي يعني مش بتغلي، يا دوب كده منمله هتبدا ان هي تغلي. ضفت لها بقى شويه كمون، وهنا كمان نص معلقه من السكر، وكمان شويه ملح. طبعا هنا نص معلقه السكر انا حطيتها علشان انا هركن الكرنب بتاعي في الفريزر، يعني ممكن اعمله الاسبوع ده الاسبوع الجاي فهركنه شويه. طبعا معلقه السكر دي او نص معلقه السكر اللي احنا ضفناها دي مش هيبان طعمها ولا حاجه، بس هتفرق معاكي جدا. قبل كده كنت عامله معاكم فيديو تفريز الكرنب وكنا حاطين برضو فيه سكر. ميزتها حلوه بقى ان انت لو هتفرزيه طبعا مثلا لرمضان او يبقى معاكي مثلا في الصيف وكده، بتحافظ لك على الكرنب، ما بيكونش ورق الكرنب مجلد، بيبقى كانك لسه عاملاه في وقتها. يعني كده احيانا ممكن تلاقي الكرنب معاكي يشد كده لما تكوني مفرزاه، او تلاقي الرز من جوه مستوي ومن بره لا، فبسبب ان بيبوظ منك او بيجلد منك بسبب التفريز وكده. هنا بقى الكرنبايه، طبعا الحله اللي معايا صغيره والكرنبايه كانت كبيره، قعدت بقى افك منها الورق كده لحد ما صغرتها وبقت على قد الحله. وبعد كده الورق اللي انا كنت شايلاه منها بدات اسلقه ورقه بورقه وكده. هنا بقى بتحطيها على الجهه اللي هي المفتوحه، وطبعا نص دقيقه كده ولا حاجه هتلاقي الورق بدأ يفك من بعضه. هتقلبيها على الناحيه التانية وتبداي تسحبي ورقه ورقه. انا بقى بطلعها السوا بتاعها مظبوط، واحطها اخدها من الحله كده تحت الميه على طول، ابرد حرارتها، وفي نفس الوقت منها اغسلها، اغسل ورقه بورقه، ومنها ان انا ببرد حرارتها. في ناس بتحب ترص كله مره واحده على بعض وبعد كده بتشطفه. طبعا لو انت هتعملي كده يبقى تطلعي الورق الكرنب ناقص شويه على التسويه علشان ما يتهريش، لان طبعا هيكون لسه محتفظ بالحراره، فلما تحطي الورق كله فوق بعضه هيتهري معاكي. فانت تظبطي تسويته على حسب ما انت حابه. انا بصراحه بفضل ان انا اغسل ورقه بورقه، منها اوقف التسويه زي ما قلت لكم، ومنها انا اكون غسلت الورق بتاعي، وبحطه بقى على المصفى كده وتحتها طبق يتصفى من اي ميه زياده. وخلاص بقى بيكون جاهز معايا على التقطيع زي ما انتم شايفين كده. انا بشيل العرق الكبير اللي هو في النص ده والف ورقه الكرنب بتاعتي كده زي رول كده، واقطعها كلها تقطيعه واحده وكلها سوا بعض، بيبقى منظمه كده وشكل صباع المحشي حلو، وكل الحله بتبقى متساويه كده. قطعي بقى زي ما انت شايفه الحجم اللي انت حباه بالظبط كده زي ما انتم شايفين اهو. حلو جدا جدا. صوابع المحشي بتكون جميله وبيسهل معاكي جدا في الحشو. يعني لما تيجي تحشي وانت منظمه الورق بتاعك كده، سواء هتفرزيه او سواء ان انت هتحشيه في يومها، لما بترصي الورق بتاعك كده وبتظبطيه بتيجي تقعدي تحشي، بتعملي الخلطه بتحشي على طول كده بسرعه، بيسهل عليك الدنيا. انا من الناس اللي بحب اعمل المحشي كله في يوم واحد. يعني ما بحبش مثلا اسلق الكرنب في يوم واعمل الخلطه على بيات واصحى احشي والكلام ده كله، لا. انا المحشي بالنسبه لي ما شاء الله زيه زي مثلا لو هعمل شويه كشري كده ولا شويه عدس اصفر ولا حاجه، منتهى السهوله بعمله، بسلقه وبعمل الخلطه وكل حاجه في يوم واحد. بالنسبه لي من اسهل الحاجات، على عكس ناس كتير. في ناس ممكن بتشوفه بقى ان هو حاجه كبيره وصعب ومش عارفه ايه ومحتاج تجهيز اسبوع قدام. لا، حلو كل حاجه كده لما بتسهليها وبتظبطيها بتلاقي الدنيا معاكي تمام. قطعته طبعا وحطيته في الاطباق دي وغلفته كده بالورق الاسترتش. الطبق الكبير ده هنعمله مثلا في اكله مره واحده في يوم واحد، يعني حله كده حلوه على قدنا. والطبق الصغير ده ممكن اسيبه مثلا اطلع عليه الشويه اللي هم بتوع ورق اللفت اللي شلناهم مع بعض في الفريزر، فهينفعوني وهيكون يوم اقتصادي كده وسهل. زي ما قلت لكم يعني ممكن نعمله محشي قرداحي مفيش جنبيه حاجه. وانا على فكره من الناس اللي بحب المحشي قرداحي جدا، ما بحبش جنبه اي لحوم ولا فراخ. وعايزه اقول لكم على سر، والله العظيم لما بعمل لحوم او فراخ جنب المحشي انا ما باكلش منها، رغم ان انا ببقى يعني قدامي وكده والاكل كتير، بس انا ما ببقاش حابه. انا بحبه اكتر اكله كده وضيح من غير حاجه. ممكن مثلا جنبه شويه شوربه لسان عصفور، شويه ملوخيه، بيبقى بالنسبه لي تمام جدا.
عملنا كل تجهيزاتنا وظبطنا دنيتنا، ندخل بقى على الغدا. زي ما انتم شايفين غدانا النهارده هيكون سمك. انا هعمل سمك مقلي، بس السمك بتاعي النهارده قلت اغير شويه، ما جبت السمك بولتي، جبت السمك ده سمك مجمد. وجبت كمان سردين مجمد برضو، ده سردين بس سردين مجمد مش فريش يعني. هبدأ بقى ان انا انضفه. زي ما انتوا عارفين برضو ان انا عندي حساسية من تنظيف السمك، ولما بكون جايبة سمك يعني بديه لماما، ربنا يخليها لي يا رب ويديمها نعمة في حياتي وما يحرمنيش منها ابدا. هي اللي دايما بتنضفه لي، لان انا بجد السمك البولتي ده لما بنضفه بيبهدل لي ايدي. بس السمك اللي قدامكم ده علشان ده ما فيش فيه قشور تقريبا، ده ما بتعبش منه، ده لما بنضفه ما بتعبش منه. اما السمك البولتي مجرد كده ما انضفه، الموضوع ده معايا طول عمري يعني، مش بس لما اتجوزته كده، من وانا بنت من قبل الجواز يعني. انضفه كده بص الاقي ايديا كلها ضررت واحمرت وبتبهدل، وافضل بقى اهرش ليل ونهار طول النهار والليل، واقعد لي مثلا يومين على الحال ده. مش عارفه، يمكن بسبب القشور بتاعته ممكن. اما السمك ده زي ما انتم شايفين ما فيش فيه قشور ولا حاجه، شلت الزعانف بتاعته والبطن وخلاص على كده. إيه، حلو جدا. عايزه اقول لكم حلو جدا، الكيلو منه ب50 جنيه بس، حلو قوي. كمان هنا السردين ده، السردين ده عشان حجمه كبير شويه وعلشان زي ما قلت لكم هو مجمد مش فريش، هنضفه برضو. شلت كده الديل والراس والبطن بتاعته. اما السردين البلدي، عارفين انتوا السردين البلدي بقى اللي بيبقى في الموسم بتاعه اللي بيجي في الصيف ده العشق بتاعي بقى. ده ولا بنضفه ولا بشيل راسه ولا بشيل منه اي حاجه، بقليه او بشويه زي ما هو كده، بالبطن بالراس بالديل بكل حاجه. بيكون اصلا صغير ما فيهوش حاجه علشان يتنضف، فده العشق بصراحه. اما ده علشان زي ما قلت لكم متجمد، فنضفته كده، بقيت اشيل الراس والديل والبطن بتاعته نضفتها. وهنا بقيت احطه هنا في الطبق ده، عامله فيه محلول نقع. كان عبارة عن ايه محلول النقع ده؟ ملح ودقيق وليمون. طبعا قلت لكم كتير ما بنحطش خل في نقع السمك علشان بيهري اللحم بتاعه. سبت السمك بتاعي يتنقع، وقلت هنا بقى ايه، جبت الكبة بتاعتي كده وهنعمل الخلطة او التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك بتاعنا. هنا جبت اول حاجه كان معايا كده تقريبا نص حزمه كده من الكزبره على الشبت. انا طبعا في تتبيله السمك بحب اكتر الشبت، الشبت بيدي للسمك ريحه حلوه جدا. ما بحبش احط في العادي بتاعي كزبره، بس انا الشبت اللي كان عندي كان قليل جدا، فكان هيبقى قليل يعني على التتبيله. فحطيت كمان شويه كزبره خضرا كده مع شويه شبت عشان بس يبقوا كتير كده وريحتهم حلوه. اما الشبت لوحده بصراحه بيبقى حكايه وبيليق جدا على الاسماك، بيديلها ريحه حلوه. وانا الثوم المفروم بتاعي اللي انا شايلاه من الفريزر، وده من الحاجات برضو اللي بتوفر عليكي وقت وميزانيه وكل حاجه. الثوم لما بتسيبيه كده بيجي في الفتره اللي احنا فيها دي ويفرغ، فانت مثلا بتخسري الثوم اللي انت جايباه وبيبقى غالي بقى في اخر السنه وكده، على ما الثوم التاني بيطلع. فانت ليه هاتيه كده وفرزيه وش ليه. حتى لو انت من الناس اللي ما بتحبش الثوم المتفرز، اعملي لك مثلا برطمان او اتنين، سيبيهم للوقت اللي هو بقول لك عليه كده، لما بيكون الثوم غالي وبيبدا ان هو يفرغ. وبقيه السنه مثلا في اول الموسم استخدمي الثوم الفريش عادي، بينفع والله العظيم. اي حاجه بتحطيها في الفريزر انت المستفاده. لو الحاجه اللي انت حاطاها في الفريزر ب10 جنيه، بتبقى قيمتها كانها 100 جنيه، صدقيني والله التفريزات حلوه وبتنفع. حطيت من التوم كده معلقه كبيره، وحطيت كمان معلقتين من هريسه الفلفل الاحمر برضو كده في التتبيله، بتدي ريحه حلوه. وضربت ده كله في الكبه بشويه كده من الميه، تقريبا حوالي معلقه ميه ولا حاجه تمشي لي بس الكبه. والتوابل بتاعتي حطيت فلفل اسمر، كمون، بابريكا، شويه شطه، كركم، كاري، شويه من بهارات الفراخ، لان انا ما كانش عندي بهارات سمك. هتحسوا ان التوابل كتير شويه، لكن هي مش كتير، انا مستخدمه كميات قليله، بس كل حاجه حطيتها بتفرق بجد في تتبيله السمك وفي ريحته وفي طعمه وفي لونه وفي كل حاجه. هنا السمك بتاعي بعد ما اتنقع كويس صفيته بقى من الميه، وقسمت السردين كده، شويه هقليهم وشويه هعملهم في الطاجن التحفه اللي كان خطير خطير خطير. هنا في الطاجن ده مقطعه حبايتين بطاطس، قطعتهم شرايح اللي هو رفيعه جدا يعني، رفيعه قوي، السمك بتاعها رفيع علشان طبعا تستوي، لان السردين مش هياخد وقت معايا في التسويه، فعايزه البطاطس كمان تستوي معاه. وكمان بصلايه كده متقطعه شرايح، وحبايتين طماطم برضو شرايح، وفلفلايه خضراء. كل ده قلبته بقى كده، وخدت عليه شويه من التتبيله اللي احنا حاطينها، وشلت بقى اللي انا شلته في الطبق ده شويه كده من البصل والطماطم علشان احطهم على الوش بعد ما ارص السردين بتاعي. رصيت السردين كده على قد الطاجن. وحطيت عليه برضو شويه من التتبيله علشان اتبل السردين من فوق كده زي ما تبلت الخضار. ورجعت هنا بقى الطماطم والبصل اللي انا كنت شايلاهم، وقطعت كده ليمونيه شرايح حطيتها على الوش. واخر كده حاجه حطيت معلقه من الزيت على الوش، وكمان شويه ميه، تقريبا حوالي معلقتين ميه او ربع كوبايه، علشان طبعا دول اللي هيستوي فيهم البطاطس. بس كده تمام مظبوط معايا الطاجن، سبته كده يتبل وركنته شويه. وكمان هنا السردين والسمك التاني ده
تبلتهم برضو كده بالخلطه اللي احنا عاملينها او التتبيله التحفه اللي احنا عاملينها دي، وركنت كل ده يتبل على ما نعمل بقى شويه رز بالبصل كده حلوين يفتحوا النفس جنب اكله السمك الجميله دي. طبعا طاجن السردين انا هدخله الفرن يكون متسخن قبلها كويس جدا. هحط الشبكه فوق الصاج على طول كده، يعني تكون قريبه للنار، وهعليها الاول النار على اقصى حاجه في الفرن عندي، وبعد كده هدخل الطاجن بتاعي. بعد 10 دقايق كده لما يبدا الطاجن ان هو يغلي كده ويبدا يسخن، هروح مقلله الحراره، اخليها حراره متوسطه، ويكمل التسويه بتاعته تلت ساعه، اقل من نص ساعه، يعني مثلا 20 دقيقه 25 دقيقه، وبيطلع معاكي مستوي السردين والبطاطس وكل حاجه. الريحه بقى بتبقى قلب الدنيا. حابه تديله وش تحمير من على الوش، افتحي عليه الشوايه. انا ما بفتحش عليه الشوايه، بسيبه كده باللون بتاعه. هنا بقى الرز بالبصل زي ما شفتوا كده، بصلايه صغيره كنت بشرها برضو في الكبه، فضلت اشوح فيها كده لحد ما اخدت اللون اللي هو الذهبي الغامق او بني كده شويه، بس مش محروق زي ما انتم شايفين. والرز بقى كان مغسول، نزلت عليه بالرز بقى اتشوح كده مع البصله، وحطيت بقى الملح بتاعي ورشه فلفل، رشه كمون، ونص معلقه من البابريكا بتديله برضو لون حلو، ونزلت بالميه بتاعتي. وهنا كنت حاطه فلفلايه صغيره كده بتتشوي، والبتنجانيه دي عشان نعمل شويه سلطه بابا غنوج كده. الرز بتاعي اسيبه يتشرب، وبعد ما يتشرب ههدي عليه واسيبه يستوي عادي. هنا تعالوا بقى نعمل سلطه البابا غنوج اللي كانت تحفه وبتفتح النفس كده جنب السمك. هنا البتنجانيه بعد ما شويتها كده على عين البوتاجاز زي ما انتم شايفين. عندك بقى حل من الاتنين علشان تخلي القشره بتاعتها تتقشر معاكي بمنتهى السهوله، ويطلع معاكي البتنجان ابيض زي ما انتم شايفين كده، مفيش فيه اي قشور ولا حاجه. اما تاخديها مثلا بعد ما تشويها كده على البوتاجاز، تحطيها في كيس وتسيبيها مثلا 5 دقايق، البخار بتاعها هيخلي القشره تسيب البتنجانيه. او تاخديها بايدك كده على الحوض وتحت الحنفيه، وتبداي ان انت ترشي عليها بس بايدك كده، ما تبلهاش ولا تغرقيها ميه ولا حاجه، رشي بس بايدك عليها كده، هتلاقي برضو القشره سابت البتنجانه. وبعد كده هتسيبها تهدى شويه، وقطعتها، وقطعت كمان الفلفلايه اللي شويناها، وحطيت معلقه هريسه فلفل، وحطيتها بقى في الكبه مع كمان معلقه زيت ومعلقه خل كبيره وعصير نص ليمونه. والتوابل بتاعتي شطه، بابريكا، كمون، كزبره ناشفه، والملح ظبطته. خلاص على كده طعمها تحفه. وحطيت لها كمان معلقتين كده من الطحينه البيضه، مش قادره اقول لكم قد ايه كان طعمها جميل. وفصين من التوم الصغيرين كنت بوريهم لكم. احيانا ممكن ما بحطش فيها توم، بس بما ان اكله سمك وكده، والسمك بيحب التوم والحاجات دي والنعنشه والكلام ده كله، فعملتها كده، حطيت لها فصين بس مش اكتر. عايزه اقول لكم كان طعمها خطير، ومع الرز بقى اللي هو بالبصل ده تجنن. انا بصراحه ما بعملهاش الا لما اكون عامله رز بالبصل. لو عامله رز ابيض بحس ان هي ما بتتلقش على الرز الابيض. هي ذوقيات، ويعني كل واحد بقى والحاجه اللي بيحبها في الاكل. وبعد كده قليت بقى السمك بتاعي زي ما انتم شايفين، والدقيق طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ببهره برده بالتوابل اللي انا ببقى حطاها في السمك، وبالذات الكركم عشان يديني لون حلو ولون دهبي كده للسمك. وبحط كمان معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره نشا، ده على الدقيق عشان يديني قرمشه ولون حلو للسمك بتاعي. قليت السمك وكان الرز خلاص استوى، وزي ما انتم شايفين كده سفرة السمك وصينية بقى او طاجن البطاطس بالسردين او السردين بالبطاطس اللي كانت حرفيا قلب ريحة البيت. الطعم مش قادرة اقول لكم تحفة. زي ما بقول لكم انا ما فتحتش عليها الشواية، هي خدت لون بسيط كده، على ما استوت كانت خدت لون بسيط كده، حبيتش ان انا افتح عليها الشواية عشان ما نشفش السردين. تحفة تحفة بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها تعجبكم جدا جدا ان شاء الله. حلوه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله الطاجن ده، قلت انا هاكل منه، وولادي ايه مالهمش في الكلام ده، بيحبوا اكتر السردين المقلي والكلام ده. عايزه اقول لكم ان هم ركنوا السردين المقلي واكلوا معايا في الطاجن، بالذات البطاطس، هم بيعشقوا البطاطس، بس اكلوا معايا من السردين. سلطه البابا غنوج الجميله، حطيت على الوش كده رشه كزبره، والسمك بتاعي المقلي اللي متقرمش وواخد لون حلو ومنشفاه كويس في القليه. ما بحبش السمك يبقى طري كده، في نفس الوقت ما بحبوش ناشف قوي اللي هو يبقى محجر كده. هو كده مظبوط، ولا طري قوي ولا ناشف قوي، حلو بتسيبيه كده ينشف. يعني لما بتطلعيه من الزيت بتفرديه مثلا على ورق او في صينيه، ما تحطوش على بعض عشان ما يعرقش على بعض ويطرى معاكي. والرز الجميل وطبق سلطه خضراء كده محترم، واكله كده بالف هنا وعافيه. وطبعا بقى بعد ما غسلت المواعين واتغدينا وخلصت وشطبت مطبخي وغيرت هدومي كمان، قلنا بقى ايه نطلع الجيلي اللي احنا كنا تقريبا نسيناه في التلاجة من زحمه اليوم ومن التفاصيل الكتير اللي عملناها في الروتين النهارده. طلعت الجيلي كده بقى يرطب على قلبنا بعد اكله السمك وبعد مجهود اليوم كله. يا رب كده الروتين بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتكونوا استمتعتوا معايا بيه، وتكونوا كمان طالعين منه مستفيدين، واكون دايما كده ضيفه خفيفه على